لو عندِك عزومة أو عندِك عيد أو كمان حابة إن أنتِ تعملي أكلات وتحطيها في الفريزر وتطلّعي كل ما تكوني محتاجة، أو لو كنتِ بتشتغلي أو مش فاضية، تعالي يعني الفيديو ده ليكِ أنتِ، وكمان هنشوف كل التريكات الكانيلوني والسمبوسة وكمان اللحمة المشوية، وهنشوف الكوردون بلو عايزة تشيليه كده والّا هنشوف دلوقتي عايزة تشيليه بالطريقة التانية. يالّا بينا بسرعة علشان نشوف بنعمل كل ده إزاي، ولو عجبِك الفيديو يا ريت ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعّلي الجرس. أول حاجة هنجيب اللحمة البيتيلو، طبعًا أنتِ بتعملي بأي نوع لحمة أنتِ عايزاها، أنا المرّة دي اخترت لحمة بتِلّو دي من الرقبة زي ما إحنا شايفينها كده، شُفتها لقيتها كبيرة، فهاقسم كل واحدة على 2، لكن طبعًا اللي هي بتكون مقاسها مش محتاج نقسمها خلاص، دي بتكون فيها عضم كده وقراقيش، بصراحة بتبقى طعمها خفيف جدًا، جدًا وحلوة جدًا، نقدر نعمل بيها حاجات كتيرة، بس إحنا المرّة دي اخترنا الشوي. أول حاجة شوية من مَيّة البصل وزيّها بالضبط معلقة صلصة، لو أنتِ ما عندكيش كده جاهز بتجيبي بصلتين وبتجيبي بس يكون أحمر، وبتجيبي نُص كيلو طماطم وبتفرميهم في الكَبّة كويس، وبتاخدي المَيّة بتاعتهم بس، وطبعًا التفل بتاعتهم بتشيليهم في الفريزر لحاجات تانية بنحتاجهم، مش المرّة دي بس بنحتاجهم في أي حاجة تانية. بعد كده بنجيب ربع كوباية من خل التفاح، وكمان بنجيب من كل حاجة نُص معلقة صغيرة، نُص معلقة من الفلفل الأسمر وزيّها بهارات مشكّل، وكمان معلقة من الملح وزيّها بالضبط معلقة من العسل الأبيض. لو ما فيش عسل أبيض ممكن تحطي معلقة صغيرة من السكر. المقادير دي ل2 كيلو من اللحمة، بناخدها كده نحطها في كيسة أو في العلبة وبنحطها في الفريزر لو أنتِ مش عايزاها دلوقتي، لكن لو هتعمليها النهارده دي بتحطيها لمدة ساعة أو ساعتين في التلاجة، ويا سلام لو من بالليل للصبح بتبقى طعمها دايب وتحفة. آخر حاجة بنجيب كده في الصينية بنحط بس طماطمية طرنشات على بصلاية، بنجيب كده من فوق كده فلفل، والمَيّة طبعًا التوابل بتاعتها بنحطها عليها، ونحط الورق الزبدة والورق الفويل والفرن تكون سخنة، بس برضه بنخلّي بالنا علشان خاطر ما تتلسعش مننا. بُصّوا بقى اللون بتاعنا أول حاجة دايبة ذوبان حلوة أوي، 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 تمام، وفي نفس الوقت لونها حلو جدًا. بُصّوا بالشوكة بتطلع على طول، تعالوا بإيدينا كده برضه هنلاقيها حلوة جدًا. هنحطها دلوقتي في السيرفيس هنلاقيها أصلًا مش محتاجة إن إحنا نحط معاها أي حاجة، هي juicy لوحدها وكمان حلوة أوي. دلوقتي دخلنا على طول على الكوردون بلو. الكوردون بلو هنعمله دلوقتي برضه بطريقة بسيطة جدًا، ما بتاخدش معانا أي وقت خالص. يا بنات عايزين نقول إن إحنا ما نعقدش نفسنا ونلاقي نفسنا ندخل المطبخ كده وإن شاء الله هنطلّع أحلى أكل وهنكون بجد أحسن شيفات. أول حاجة بنجيب صدور الفراخ، وبعد طبعًا ما بنغسلها وبننقعها كويس، بنكون شايلين منها العضمة، فبتكون معانا 2، أول واحدة بنقسمها نُصّين مش للآخر، وبعد كده بنجيب كيس المطبخ بندقها، بس بنخلّي بالنا إن هي ما تتقطعش مننا، تمام. بنحط التوابل ملح وفلفل أسمر وبابريكا وكمان بصل باودر، بس كده هي دي التوابل. عايزة بقى تشيليها على كده وتحطيها في الفريزر لأي حاجة مش لازم الكوردون بلو، هتلاقيها متبلة معاكِ حتى لو لشاورما أو لحاجات كتيرة جدًا. أنتِ دلوقتي هتعملي الكوردون بلو بتجيبي بقى البسطرمة أو بتجيبي أي نوع حشو أنتِ بتفضّليه، تمام. وبعد كده طبعًا معاه الجبنة الموتزاريلا، وبنلفّها زي ما إحنا شايفين بالورق الستريتش، بس أنا في البداية جبت الورق اللي أنا طلّعته من البسطرمة دلوقتي لفّيته بيه، بنلِف كويس جدًا وبندوس شوية عليه عشان خاطر يطلع معانا مبروم وحلو جدًا زي ما شُفناه، بس كده. وبعد كده بقى هنجمّع كلّه. وحاجة دلوقتي عايزة بقى تشيليه على كده تمام، عايزة تعملي الcover كمان وتشيليه بقى وهو جاهز خالص، تمام. بس لو شِلتيه بالcover بتاعه هاقول لِك دلوقتي لمّا تيجي تطلّعيه بإذن ربنا تعملي إيه علشان يطلع معاكِ مقرمش وطري من جوّه. هنعمل دلوقتي بقى الcover 3 بيضات، ربع كوباية مليانة كده من الحليب، ولو عندِك زبادي بدل الحليب حطّي واحدة، ملح وفلفل أسمر وبابريكا وبصل باودر، بس كده. وهنحط معلقتين مليانين كده هرمية من الدقيق، هنلاقي القوام بتاعنا زي ما هنشوفه دلوقتي. لو أنتِ مش عايزة تعملي الخليط ده وعايزة تعملي بس، ولو عايزة تعملي الطريقة التقليدية العادية إن أنتِ تحطيه الأول في الدقيق وبعد كده تحطي في البيض وبعد كده في البقسماط، اعملي اللي أنتِ عايزاه، بس بصراحة الطريقة دي حلوة جدًا وسهلة كمان، تمام. إحنا دلوقتي خلاص عايزة تشيليه زي ما قُلت لِك كده من غير ما تحطيه في الcover وتطلّعيه تحطيه في الcover، تمام. عايزة تعملي الcover معاه وتشيليه على طول، لازم أول حاجة تحطيه في الطبق أو في العلبة بتاعتِك زي ما أنتِ هتحطي دلوقتي، مثلًا هنحطه دلوقتي في الطبق ده، ما ينفعش نحط على بعض هيعجن معانا، لازم نعمل إيه، حطينا ورصينا في العلبة، لازم نحط كيس تلاجة أو استرتش أو أي حاجة، المهم لازم نفصل الكوردون بلو عن بعض، ما ينفعش إن هُم يلزقوا في بعض، بس في نفس الوقت ما ينفعش إن أنتِ تلفيه اللفة اللي إحنا لافينها دلوقتي، تمام. بس كده. وأول ما هتطلّعيه لو هتطلّعيه على طول حطيه في الزيت، تمام. لكن لو هتستني شوية بعد ما تطلّعيه من الفريزر يبقى أول ما تيجي تحطيه في الزيت حطي له شوية بقسماط تاني علشان يبقى مقرمش معاكِ، بس هي دي الطريقة.
إحنا دلوقتي حطيناه في زيت غزير وبنحطه وبنوطّي عليه النار، يعني بيقعد في الزيت كده لمدة 10 دقايق، لكن لو كمان هتحطيه من غير زيت كتير بتوطّي عليه خالص، خالص وتقعدي تدحرجيه كده عشان خاطر المهم يستوي الفراخ من جوّه وكمان البسطرمة والجبنة تسيح، وبكده خلّصنا معانا كمان الكوردون بلو. هندخل على طول بقى دلوقتي على السمبوسة ونشوف أسهل طريقة للسمبوسة وكمان اللف بتاعها. السمبوسة من الأكلات الحلوة جدًا وفي نفس الوقت بتنفع جدًا، جدًا للعزومات. أول حشوة اللحمة المعصجة دي اللي إحنا هنشوفها بعد شوية إن شاء الله بنعملها إزاي للكانيلوني، تمام، بس أنا ضِفت عليها بصل أخضر، مش عايزة بصل أخضر حطي بقدونس، مش عايزة وعايزة تسيبيها على كده زي ما أنتِ عايزة. هنجيب دلوقتي الحشوة التانية ميكس جبنات، بس أنا حبيت أضيف عليها كمان بسطرمة عشان بصراحة البسطرمة بتدّي طعم حلو جدًا، يعني اللي بيحب البسطرمة عارف طعمها. جبنة موتزاريلا على جبنة شيدر أو جبنة رومي، ولو عايزة تحطي كل ده مع بعض تمام، وبعد كده هنحط البسطرمة متقطعة صغيرة، وهنحط يعني ربع معلقة صغيرة من الزعتر وزيها روزميري، تمام، وآخر حاجة بنحطها بقى علشان نربط كل ده مع بعض جبنة طرية، أي نوع جبنة طرية أنتِ بتحبيها. بس وبعد ما هنقلبها كويس مع بعض، أهي دي الجبنة معانا الميكس الجبن بالبسطرمة، ودي كمان اللحمة المعصجة بالبصل الأخضر. بصراحة البصل الأخضر عطى طعم حلو جدًا، ولمّا كمان عملناها السمبوسة فيها كانت اللون من برّه يعني في سمبوسة عادية خالص صفرا، تمام، من السِوَى. السمبوسة اللي هي بالبصل الأخضر بصراحة كانت مخضرة شوية تحفة. بُصّوا يا جماعة إحنا بنقفّل السمبوسة إزاي، ممكن تقفليها بطريقتين. الطريقة الأولى اللي أنا باقفل بيها دي وكمان نشكر ربنا مش بتتفتح معايا خالص. الطريقة التانية لو انت بتخافي ان هي تتفتح معاكي ولسه مبتدئه مثلا في المطبخ، بتجيبي معلقه ميه على معلقه دقيق او معلقتين ميه على معلقه دقيق وبتربيهم كويس وبايديكي كده او بالمعلقه، وهنشوف دلوقتي نحطها فين. بعد ما بنحط الحشو زي ما هنشوف دلوقتي هنحط الحشو، تمام، وهنقفلها دلوقتي وهنشوف برضو القفله بالراحه كده علشان للي هم لسه بيتعلموا ازاي. بتجيبي الخليط بايديكي كده عادي وبتحطيه على الحته الرفيعه دي اللي احنا هندخلها جوه دي دلوقتي، بتحطي عليها وبعد كده بتدخليها لجوه. دي كده خلاص بتقفل معاكي، تمام. لو انت مش عايزه تقفليها زي ما انا قفلتها كده، بس انا قفلتها كده والحمد لله ما بتطلعش، انت بقى خلاص مش عايزه تستخدميه دلوقتي، بتحطيه عادي في اطباق، وبرده بتحطي ورق اكياس او حاجه عليها من فوق وطبقه وطبقه، وبعد كده تحطيها في الفريزر تطلعيها في الوقت اللي انت عايزاه. دي بقى مش محتاجه ان انت تسيبيها شويه ان هي تسيح معاكي، تطلعيها من الفريزر على طول على الزيت. اهم حاجه بصي احنا بنسويها بنوقف لها، بصي اللي هي بالبصل واللحمه دي يعني بتدي حاجه كده مخضره بصراحه بعد ما خلصتها حته تحفه. انت مش عايزه تحطيها في الزيت، عايزه تحطيها في صينيه في الفرن، الصينيه بتدهنيها زيت وبعد كده بترصي السمبوسه وعلى طول بتحطي من فوق معلقه كده من الزيت وبتحطيها في الفرن. برضو بتخلي بالك علشان السمبوسه اصلا ما بتاخدش سوا خالص لا في الفرن ولا كمان في الزيت، تمام. وكده خلاص خلصنا معانا السمبوسه. بصوا لونها بجد وطعمها ميكس الجبنات ده حلو جدا، وكمان لما تعمليها باللحمه، عايزه بقى تعملي اي نوع من انواع الحشو. انا ان شاء الله برضو يعني حابه ان انا اشوف حشو تاني ما لقيتش حد عامله خالص، حابه ان انا اخترع حشو للسمبوسه من كتر ما هي بتكون جميله. كده خلصنا مع بعض السمبوسه، عايزين على طول دلوقتي ندخل على ايه؟ يا ريت بقى دلوقتي تسيفي الفيديو علشان خاطر لو احتجتيه في اي وقت. يلا بقى عشان نكمل بقيه وصفتنا الكانيلوني، بس يا ريت دلوقتي نشترك في القناه ونفعل كمان الجرس. هنجيب دلوقتي احنا هنعمل كانيلوني هنعمله على طريقتين. اول حاجه نفس اللحمه هي يعني لو عايزه تحطي نص كيلو بصل حطي على بصراحه انا حطيت بصلايه واحده، وهنحط كمان معلقه صغيره من الثوم، وبعد كده يعني صفرت حاجه بسيطه. حطينا دلوقتي على طول اللحمه، واول ما بتبتدي تستوي هنحط دلوقتي التوابل، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر وزيها السبع بهارات او بهارات الفراخ، وكمان زيها سكر، واخر حاجه طبعا بنحط النص المعلقه الكبيره هي الملح، ومعانا ورق اللورا حطينا 2، واخر حاجه بنحطها لو ما عندكيش صلصه جاهزه زي ما انا بعمل وهحط فيها معلقتين، بتجيبي نص كيلو من الطماطم وتفرميها كويس وتحطيها وتسيبيها بقى خلاص تتسبك. نعمل دلوقتي الخليط 5 اكواب من الحليب او ممكن نص حليب ونص ميه، تمام، وبعد كده معلقتين من الخل، نص معلقه كبيره من الملح، ونص معلقه صغيره من السكر، بس كده، ونفرمهم كويس ونتاكد ان مفيش اي تكتلات. وزي ما احنا شايفين القوام كده، هنجيب
دلوقتي معانا دي صينية كبيرة علشان نعمل اللي هي بالبشاميل، الكانيلوني اللي بالبشاميل، وهنعمل كمان الكانيلوني اللي هي الصغيرة خالص، بس إحنا دلوقتي بنعمل الكانيلوني الكبير. بس أنا عايزة أقول حاجة، يعني ممكن اللي إحنا نشيله في الفريزر الكانيلوني الصغير، لكن الكانيلوني الكبير اللي أنا هاعمله دلوقتي لأ، ده نخلّيه إن إحنا نعمله فريش كده على طول، أو ممكن ما نعملش الصينية دي في عزومة مثلًا لو إحنا يعني الدنيا معانا يعني مستعجلين، تمام؟ بس هنجيب دلوقتي بقى البشاميل، معلقتين كبار من السمنة أو الزبدة، و3 معالق من الدقيق. بُصّوا يا جماعة أنا باحب أعمل البشاميل عجينة كده بتبقى ناعمة معايا، وبعد كده تدريجيًا أروح حاطة الحليب وهو ساقع طبعًا، علشان خاطر يبقى معايا قوام حلو، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه أي تكتلات خالص. لازم تحطي الحليب تدريجيًا. آخر حاجة بنحطها الملح والفلفل الأسمر، وكمان رشة من جوزة الطيب. طبعًا الجبنة تحطي أي نوع جبنة أنتِ حاطاه، أنا حطيت الجبنة الرومي، لو مش عايزة تحطي جبنة خالص ما تحطيش. زي ما قُلت لِك الصينية دي يعني يُفضّل لو أنتِ هتعمليها مثلًا العجينة دي عايزة تعمليها مثلًا من قبلها بيوم وتسيبيها زي ما هي كده في طبق بس تحطيها في كيسة وتحطيها في التلاجة لتاني يوم علشان بس تعمليها في يوم العزومة تمام، وتحطي البشاميل كده تمام. لكن الكانيلوني بقى اللي إحنا هنعمله اللي هو الصغير التاني لأ، ده هنشوف دلوقتي هنعمله إزاي. دي بقى آخر حاجة صلصة أو كاتشب زي ما أنتِ عايزة، دي مجرد شكل. بعد ما حطينا البشاميل بنحط دلوقتي الجبنة الموتزاريلا، البشاميل والجبنة الموتزاريلا بنحطها آخر حاجة علشان نحطها في الفرن. بُصّي طالعة مفخفخة وجميلة وjuicy جدًا، بجد طعمها حلو. بس أهم حاجة وأنتِ حاطاها في الفرن لازم تخلّي بالِك علشان ما تتلسعش من تحت، لإن هي كلها على بعضها مستوية. هندخل دلوقتي بقى على الكانيلوني العادي، نفس الخليط اللي إحنا عملناه هنعمل بقى الصغير. لو إحنا بقى عايزين ما نعملهوش بالبشاميل، نعمله بطريقة تانية التقليدية اللي إحنا عارفينها، هنعمله الصغير خالص. ولو عايزة تعمليه كبير تمام، ممكن عادي تعمليه كبير وتعملي زي ما إحنا هنعمل نفس الطريقة دلوقتي. بنعمله طبعًا بنحط في كل صينية، لو أنتِ الصينية عندِك مش بتلزق ما تحطيش حتة السمنة اللي أنا باحطها. بُصّي معانا طري جدًا وخفيف وفاتح كلّه، مش ما فيش حاجة فيه ملسوعة، يعني نخلّي بالنا وإحنا بنعمل نوطّي النار علشان خاطر الأكل معانا يطلع معانا حلو. هنجيب نفس الخلطة بتاعة اللحمة اللي إحنا عملنا بيها الكانيلوني اللي قبل كده، ماشي، هي ما فيش اختلاف، بس كل الحكاية ده بقى بتحطيه بتعمليه صوابع كده، وبعد كده تحطيه كل ده بقى على بعض عادي، لو طبق واحد على بعض وتحطيه في الفريزر مش بيجرى له أي حاجة، مش لازم تحطي كيس. وتطلعيها عادي وتحطيها في أي صينية من غير أي مادة دهنية وترصيها، وبعد كده تحطي طماطماية تبشريها عادي وتحطيها، أو لو عندِك صلصة جاهزة زي ما أنا بيبقى عندي على طول صلصة جاهزة بتسهّل معايا حاجات كتير. أول ما بالاقي الطماطم موجودة في السوق بقى اللي هي الحمرا الحلوة خالص دي المسكرة، على طول باجيب بالكمية وباسبّكها وبتبقى معايا جاهزة. كده خلاص أول ما حطينا الجبنات حطيناها دلوقتي في الفرن، وطبعًا ما بتاخدش معانا وقت خالص لإن كل حاجة مستوية، وكده خلاص الكانيلوني كمان طلع معانا، وبكده خلاص خلصت وصفتنا. طبعًا بإذن ربنا هاحط مع الفيديو ده في الوصف كل لينك لوحده في الفيديوهات، علشان خاطر لو حبيتِ تتفرجي على فيديو من غير ما تتفرجي على كل الفيديو دوّة. وأتمنى بقى تقولوا لي إيه رأيكم، ويا ريت نشترك في القناة ونفعّل الجرس كمان، وبكده خلصت وصفتنا.